اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله. من مطبخي مطبخ حلو حد ام احمد، ازيكم حبايب قلبي كلكم متابعيني، وصباح الورد وصباح الفل على عيونكم جميعا اللهم امين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والنهارده عندي يوم طويل وهتشوفوا حاجات عمركم ما شفتوها. هتشوفوا حاجات عمركم ما شفتوا ام احمد بتعملها، ام احمد بتاع الحلويات وبتاعت الحاجات النهارده هنقتل قتيل، احنا هنقتل قتيل النهارده. اول حاجه كده بقى نبتديها بالفطار عشان خاطر نعرف نشتغل، ودودي نفسك تفطري، يعني اغصبي على نفسك اغصبي على اولادك، عودي نفسك وعودي ولادك لازم تفطري عشان خاطر مخكوا كده يشتغل وياخد ويدي، وتدي لنفسك باور وطاقه علشان خاطر تقدري ان انت تكملي يومك وتبقي مركزه. نقطه كمان، الفطار بيعلي الحرق، يعني لما تفطري كده جسمك بيبدا يشتغل والحرق بتاعك بيبدا يشتغل، وتلاقيكي كده ما بتتخنيش زياده او جسمك ما بيزيدش زياده. ويلا بقى بعد ما فطرنا وخلصنا كل اللي ورانا نروح نشوف هنعمل ايه. ادي يا بنتي يا ام احمد، انت جايبه ايه في الشكار؟ عايزه اقول الشكار دي احنا بنستخدمها اسوأ استغلال، ايش زباله حطي، ايش حاجات عايزين نرميها حطي، النهارده قتلنا قتيل. بصوا بقى، انا بستنى اي واحده تكون مربيه فراخ في البيت وعلى طول لازم اجيب ليه بقى. تربيه الفراخ البيضه في البيت بتبقى حاجه تانية خالص، بتاكليها اكنك بتاكلي فراخ بلدي، بتبقى ناشفه وحلوه وسمينه ونظيفه، ومش واخده ادويه ولا واخده مثلا اي حاجه من الادويه بتاعت المزارع، ولا مدبوحة قبل أوانها لسه طرية ولا حاجة، بتبقى جميلة جدًا، جدًا، جدًا. فأنا أي حد عنده فراخ تربية بيت عارفين، بيقوموا قايلين لي على طول: "يا أم أحمد عايزة؟" لو أنا ظروفي سامحة وقتها باجيب، مش سامحة حتى لو هاجيب واحدة أو 2 أمشّي نفسي بيهم، بس بصراحة بتبقى طعم تاني وحاجة تانية خالص، خصوصًا لو الفراخ كبيرة كده وناشفة وحلوة، وأوقات بتبقى معدية ال50 يوم كمان، يعني متربية ومعدية ال50 يوم، فبتبقى حلوة أوي، أوي. فكل مرة باجيبها بصراحة بتبقى متنضفة، يعني أمّا بيكون زي كده باجيبها بتبقى متنضفة. المرة دي قالت لِك في فراخ، ها هتنضفي؟ قالت لِك لأ ما فيش حد ينضف. يا لهوي! ما فيش حد ينضف! طب أنا اللي هانضف؟ قالت لي آه أنتِ اللي هتنضفي. قُلت لها يالّا، حطيت المَيّة على النار وبعت الواد أحمد راح جاب أم جه في الشكارة كده، عطيته الشكارة بتاعة الإسبونشات. والله الشكاير دي ما بارميهاش لإن الشكاير محمّلة، ده أنا باعمل فيها عمايل سودا. وقُلت بقى أمّا أحُط المَيّة بقى بتاعة الفراخ على النار وهابدأ بقى أنضّفهم. الفراخ البيضا أصلًا ما بتاخدش وقت في التنضيف خصوصًا لو كبيرة، أنتم عارفين الفرخة الصغيّرة يعني الفرخة البيضا كل ما يبقى حجمها صغير كل ما تاخد معاكِ وقت في التنضيف بيبقى فيها ريش، إنّما الكبيرة دي بتبقى أصلًا معريّة وناشفة ما بيبقاش فيها ريش، بيبقى فيها حاجة بسيطة خالص وهنبدأ ننضّفها. عايزة أقول لكم ما نضّفتش فراخ بقى لي أكتر من سَنة. والله العظيم بقى لي أكتر من سَنة ما نضّفتش فراخ. على فكرة أنا شاطرة ولهلوبة، اوعوا تفكّروا إن أنا ما باعرفش أعمل، ده أنا شاطرة ولهلوبة بافهم في الكفتة وباعرف أعمل كل حاجة. بس أنا الشغل اللي لبخني، أنا كنت الأول لا حد بينضّف لي ولا حد بيعمل لي، كنت أمّا باجيب فراخ أنا اللي بانضّف وأنا اللي باعمل، ولحد دلوقتي لو جِبت بَط والله أنا اللي باقعد أنضّفه. بس الشغل هو اللي أخَد من وقتي كتير وما عُدتش باقدر أعمل حاجات كتير كنت باعملها الأول، حاجات كتير في البيت أو حاجات كتير كنت باجيبها وباعملها بنَفْسي، يمكن دلوقتي في حاجات كتيرة أجيبها جاهزة. إنما الأول لأ، ما كنتش أجيب أي حاجة جاهزة، كنت متعودة أعمل كل حاجة في البيت. أنا بقى متعودة أمّا بانضّف الفرخة كده بامسكها أروّقها، ما باخلّيش فيها فسفوسة، اللي هو ما اعيدش عليها أو الإعادة اللي هتيجي عليها بعد كده بتبقى بسيطة خالص عشان خاطر ما نقعدش نرجع لها تاني. يعني في ناس تقول لِك إيه، إحنا هنشيل الريشة الكبيرة وبعد كده نعيد عليها، تحسّوا إن أنتم عِدتوا عليها 17 مرّة. إنما أنا باحب أمسك حتّة من الفرخة كده بامسكها إيه، ما اخلّيش فيها أي حاجة خالص، على قد ما عيني جايباني كده، حتى لو هتاخد وقت معايا شوية، بس عشان خاطر يبقى بعد كده اللي هي ترويقة بسيطة ما اعودش أرجع لها تاني. والحاجة والله ما بتاخدش وقت، إحنا اللي عندنا كسل، إحنا اللي عندنا كسل، الحاجة ما بتاخدش وقت. ربنا يدينا الصحة يا رب ونقدر نعمل كده ونفضل واقفين على رجلينا لحد ما إيه، نكبّر ولادنا كده وما يربّهمش غيرنا وما يجوّزهمش غيرنا. ونِفْسي أوي في الفقرة بتاعة أم العريس تطلع على المسرح دي، قاعدة مستنياها والله. نِفْسي ألبس سواريه يا ولاد، ما لبستش سواريه خالص، في حياتي كلّها ما لبستش سواريه، فنِفْسي الفقرة بتاعة أم العريس تطلع دي أوي. يالّا بقى نرجع مرجوعنا للفراخ بتاعتنا، وعايزة أكلّمكم في موضوع مهم جدًا، جدًا النهارده. هاقول لكم حاجة، هل الواحدة اللي مثلًا لقت الدنيا مضيّقة بيها كده وظروفها مش سامحة أو الدنيا مزنّقة عليها يعني وحابة توسّع على نفسها كده شوية وعلى الولاد، هل هي مثلًا ظلمت نفسها؟
يعني هي الواحدة اللي عملت كده بتحس إن هي ظلمت نفسها وظلمت صحتها، إن هي جات على نفسها واشتغلت، لإن طبعًا عايزة أقول لكم شغل البيت مجهود لوحده، يعني تنضيفِك في البيت وشغلِك وشيلِك وحطِّك كل يوم و والعيال والجري ورا العيال، خصوصًا لو أنتِ عندِك أطفال صغيرة، يعني يمكن أمّا العيال بتكبر لأ المسؤولية بتخف يعني مش المسؤولية بتخف، هي المسؤولية بتتنيل أكتر، بس البهدلة، يعني البهدلة بتخف شوية تحسّوا والعيال أطفال صغيرين أوي اللي هم 3 سنين وعندِك مثلًا حاجة 4 وحاجة 2 وحاجة 3 فبتحسّي الدنيا ما بتنضفش، أنتِ لو نضفتيها 16 ساعة في ال12 ساعة مش هتنضف، فأمّا بيكبروا نوعًا ما اللي عمل حاجة هتشخطي فيها هيساويها، اللي مش عارفة إيه، الدنيا بتتلَم شوية، يعني نوعًا ما بتتلَم شوية، بس طبعًا المسؤولية بتتشال من التنضيف والحاجات دي بتتحط في حاجات أكبر، لإن كل ما الولاد بتكبر كل ما المسؤولية بتزيد، وكل ما مشاكلهم بتكبر معاهم، مسؤولياتك بتكبر تجاههم. هل الواحدة اللي عملت كده فعلًا بتبقى ظلمت نفسها؟ يعني بتبقى زي ما بيقولوا كده ركبت قطر التضحيات وفي الآخر هيتقال لها أنتِ حد قال لِك اعملي أو حد قال لِك سوّي أو حد قال لِك ضحّي، هيتقال لها كده في الآخر والّا هتتشكر في الآخر إن هي قدّرت الظروف وحبّت إن هي ترفع بُصّوا إحنا الناس كلّها إحنا كلّنا والله راضيين، مش هاقول ده عدم رضا أو حاجة، ده كلّنا راضيين، بس طبع البني آدم إنه بيحب يبقى أحسن أو بيحب يتقدّم. في ناس طبعها كده إن دايمًا بتدوّر على الأحسن أو بتدوّر على التطوّر، يعني اللي في مستوى عايز يبقى في مستوى أعلى، واللي في مستوى أعلى عايز يبقى في المستوى أعلى، اللي مثلًا بيقدر يجيب لحمة مرّة في الأسبوع ليه ما يجيبش 2 ويأكّل العيال ويدلّعهم، اللي مش قادر يجيب رفاهيات وبتاع ليه ما اشتغلش مثلًا أنا باكلّمكم نسبة الناس اللي عايزة تشتغل، ليه ما اشتغلش مثلًا وأوسّع على نفسي وأجيب لولادي كل اللي نفسهم فيه، اللي نفسه في ساعة أجيبها له، اللي نفسه في تليفون أجيبه له، لأ اللي عايز كوتش أبيض وكوتش أسود أجيب له، يعني العيال ما يبقاش نفسها في حاجة وتبقى العيال كده عندها كل حاجة ويبقى كل حاجة متوفّرة لهم زي ما بيقولوا، يعني كل واحد كده بيسعى للتقدُّم أو بيسعى إن هو يتطوّر أو بيسعى إن هو يتقدّم كده هو وعياله، فهل في الآخر هي مش هتتشكر؟ يعني ناس كتير يقعدوا يقولوا لِك أنتِ اللي عملتِ في نَفْسِك كده وأنتِ مش عارفة إيه وأنتِ، كل واحد أولى بمسؤولياته أو كل واحد يشتال مسؤولياته، ما فيش واحدة تشتال يعني أمّا باقعد أسمع كده والله دكاترة بتتكلّم، أنا من نوعية الناس باحب أسمع المحاضرات والحاجات دي، يعني يقول لِك لأ ما تشتريش شيلة مش شيلتِك، ما تعمليش اختصاصات مش اختصاصاتِك، أنتِ زوجة مثلًا وليكِ اختصاصات في البيت ما تتعدّاش، ما تشتريش حاجات تقيلة ما لكيش تشتريها، ما تعمليش دور الراجل والست مع بعض، لأ، العبي دورِك بس، أنتِ العبي دورِك ما تلعبيش أدوار تانية، العبي دورِك. فهل اللي لعبت الدورين وعملت نفسها جدعة، هي دي غلطانة في الآخر؟ هتطلع في الآخر غلطانة وهتطلع في الآخر هيتقال لها هو كان حد قال لِك اعملي أو كان حد قال لِك اشتغلي أو حد قال لِك شيلي وحطّي أو حد قال لِك غيّري أو يعني أنا دلوقتي لمّا واحدة تكلمني وتقول لي: "يا أم أحمد أنا عايزة أشتغل." أو مثلًا الدنيا عاملة عليَّ وعايزة أشتغل، أقول لها: "لأ ما تشتغليش، ما تشتريش شيلة مش شيلتِك، كمّلي زي ما أنتِ ومثلًا جوزِك هو اللي يجيب لِك، هو اللي يعمل لِك وهو أولى يتصرّف ويجيب مطرح ما يجيب ويعمل مطرح ما يعمل وأنتِ لأ ما تشتريش شيلة مش ما تشتغليش ولا تهدّي في نَفْسِك ولا تتعبي في صحتِك ولا تتعبي في ضهرِك وأنتِ خليكِ في بيتِك وعيالِك وخلاص وما تعمليش حاجة." والّا أنصحها وأقول لها: "لأ اشتغلي، ولأ وسّعي على نَفْسِك، ولأ هاتي، ولأ اعملي." فالواحد والله بجد احتار، أنا ما عُنتش عارفة نبقى إحنا مع أي فئة، مع الفئة اللي بتقول لأ هاتي واعملي والّا مع الفئة اللي بتقول ما تعمليش. أنا هاقول لكم وجهة نظر أنا كأم أحمد شخصيًا، أنا وجهة نظري إن البني آدم اللي بيستنى شكر من حد أو بيستنى إن حد يقول له شكرًا هو ده اللي غلطان، يعني هو أصلًا اللي غلطان لإنه استنى كلمة شكر من حد أو استنى دعم من حد أو استنى إن حد يقول له أنت كويس أو أنت عملت حلو على حاجة هو عملها برضاه، يعني اللي عمل حاجة أصلًا برضاه، يعني اللي عمل حاجة بطيب خاطر كده وبرضاه أكيد ما يستناش شكر من حد ولا يستنى كلمة حلوة من حد ولا هيستنى حد يقول له برافو عليك، أنت عملت حلو أو أنت عملت وِحِش، ولو استنى ده يبقى هو اللي غلطان، يبقى هو اللي عمل في نَفْسه كده. إنما الواحد ما دام أنتِ قررتِ برضاكِ، أنا دلوقتي أهو برضايا قررت إن أنا هاعمل، هاسوي، خلاص أنتِ اشتري بقى شيلتِك زي ما أنتِ عايزاها وكمّلي وما تستنيش لا كلمة شكر من حد ولا تستني حد لا يدعم ولا حد يقول معلش ولا حد يطبطب ولا حد يقول يا عيني يا غلبانة ده أنتِ النهارده تعبتِ وشقيتِ ولا لأ، أنتِ كمّلي بقى طريقِك وكمّلي شيلتِك ما دام أنتِ عاملاه بخطر من جواكِ من الأول حاسة إن أنتِ مش قد المسؤولية أو مش قد اللي هتعمليه أو مش قد مش هتسامحي أو مش هتبقى عاملة حاجة بطيب خاطر، يبقى خلاص ما تبتديش من الأول.
وما حدش يقول لي يا بنتي يا ام احمد انت فاتحه الميه، لان دي فراخ يا جماعه عايزه تتغسل مره واثنين وثلاثه واربعه، مش هناكلها بريشها، احنا مش هناكلها بريش. فلازم ننضفها كويس جدا، ولازم نغسلها كويس جدا، ونشيل الماده اللزجه اللي ما بين الجلد واللحم. ولازم تتنضف تحت ميه جاريه كده عشان خاطر تبقى رايقه كده وحلوه، والفراخ تبقى حلوه. عايزه اقول لكم ان انا بحب اقطعها علشان خاطر لو فيها اي ريشه او فيها اي حاجه اشوفها، فبحب اقطعها كده يعني اربع تربع، وبعد كده بروقها كويس، واي جلد زايد او اي حاجه زايده باشتلها، وبعد كده هنبدأ إن إحنا إيه، ننقعها. وعايزة أقول لكم إن أنا أخدت ساعة في تنضيف الفراخ. أنا مش عارفة أنا بطيئة والّا إيه، يعني ال3 فرخات دول أخدوا مني بجد ساعة، من الساعة 12:00 للساعة 13:00 بالضبط. كده خلاص بعد ما خلّصتهم بقى باغيّر عليهم المَيّة كده مرّة و2 برضه، علشان المَيّة بتاعتهم تبقى رايقة كده وحلوة، ما يبقاش فيها بقى إيه، أي شوائب أو أي حاجة. ويالّا بينا نشوف النقع بتاعنا. أنا باحب أحط ليمون وخل ودقيق بودرة جنزبيل لو في عندي، يعني لو عندي جنزبيل بودر باحط شوية بيشيل الزفارة، بس أنا ما كانش عندي فما حطيتش. واللي يقول لي الخل يا أم أحمد بيظهر الزفارة، الخل بيقتل الجراثيم مش بيظهر الزفارة، الخل بيقتل الجراثيم، يعني هي ده تعليمي. بيظهر زفارة دي بصراحة أنا ما شُفتهاش، يعني أنا ما حطيتش خل على حاجة ولقيتها زفرة قبل كده بصراحة. فالخل دايمًا بيقتل الجراثيم، دي حاجة إحنا عارفينها يعني، حتى أمّا بنيجي ننضف الرخام لو ما عنديش ديتول بنحط خل، لو بنيجي في تنضيفات البيت ما عندناش ديتول بنحط خل. فأكيد ما بيظهرش زفارة ولا حاجة يعني. فأنا حطيت كده أهو، شايفين ما شاء الله بقت إيه، بتزفلط من الندى بتزفلط. هنقعها كده بقى شوية. وكان عندي إيه بقى من امبارح، كان عندي شوية رز كشري، اللي هو كشري أصفر من امبارح. هل أرميهم؟ أبدًا طبعًا، ده الرز الكيلو ب30 جنيه، أرمي إيه؟ فقُلت والله ده أنا عاملة شوية الكبد أنا كل ده والتفكير شغال وأنا واقفة. قُلت هاعمل بقى شوية كبد وقوانص ودول وشوية الرز، ونحمّر لهم شوية بطاطس، ونمشّي الليلة على كده. فاغسل بقى إيه الحوض والصواني بالديتول والصابون بقى، وريحة الديتول أحسن من ريحة الزفارة بتاعة الفراخ. طبعًا الديتول ده عندي قديم ما حدش يقول لي مقاطعة، والله عندي بقى لها سنتين الإزازة دي. أنا إزازة الديتول أصلًا بتقعد كتير لمّا بتخلص، لإن إحنا بناخد منها حاجات بسيطة. فغسلت الصينية دي كويس جدًا بقى بالديتول، وهنحطها بقى على جنب تصفّي المَيّة بتاعتها، ونشوف هنطبخ إيه النهارده. والله قاعدة أفكّر، طَب أعمل لهم بقى الكبدة والقوانص والّا مش هتكفّيهم؟ طَب أعمل لهم إيه؟ طَب أطبخ إيه؟ طَب أولّع على فرخة؟ رجعت قُلت لأ، أنا هامشّي كده وخلاص، بس بنغسل الحوض بتاعنا بقى كويس جدًا، علشان خاطر أي حاجة بقى من الزفارة بتاعة الفراخ. أنا بصراحة ما باحبش أنضّف فراخ عندي بسبب كده، لإن يعني الهسهس بيركبني بقى، الهسهس بييجي. بابقى إيه، حاسة إن الدنيا كلّها زفرة، وحاسة إن الدنيا كلّها لحوسة فراخ، وتلاقوا إيه، يعني الهسهس وصل. فعشان كده ما باحبش أنضّف فراخ عندي، وباجيبها متنضّفة جاهزة أحسن. بس إيه، أمّا بنُقع في الزنقة بنسِد بصراحة، أمّا بنُقع في الزنقة بنسِد. إحنا قدّها وقدود. هنغسل الحوض بالديتول ونلمّعه وننضّفه ونخلّيه زي الفل، ونحط شوية خَل كمان، ونخلّي الرخام بالحوض كده إيه، بيلمع. عايزة أقول لكم المساحة بتاعة الرخام بتاعتي باظت، عايزين نجيب واحدة والله، رُحت شاربين كام واحدة ونسيت أجيب. بس أنا استقريت على إيه، كبدة وقَنَصة وبطاطس. نقشّر بقى بطاطستين. أنا ما باحبش أسلُق البطاطس بقشرها، في ناس تحب تغسل البطاطس أو تجيبها البطاطس الصغيّرة أو الكبيرة، والله باشوفهم بيعملوها الكبيرة ويقطّعوها ترانشات بقشرها ويغسلوها كويس ويعملوها بعد ما تتسلق يقشّروا. أنا باكره النقطة دي. أمي بتعملها كده والله. بس هاقول لكم، واحد القشر بيخش في إيدينا، في ضوافرنا وإحنا بنقشّر، وبيقرفنا وبيتعبنا، وبعدين القشرة بتبقى لازقة في البطاطساية وبتطلّع عينينا وإحنا بنعملها. فليه يا جماعة نعمل كده؟ طب ما إحنا نقشّر البطاطساية ونسلقها ونحمّرها على طول، ليه نقعد ندخّل حاجات في صوابعنا ونتضايق؟ مانيش فاهمة والله. يعني كانت أمي وقبل ما أتجوّز تقول لي: "قشّري البطاطس دي." يعني بعد ما اتسلقت، "قشّري البطاطس دي يا أسماء." يعني ده بالنسبة لي بُصّوا موت. واقعد بقى أبرطم واقعد أعمل وابقى مش عايزة أقشّرها وابقى متضايقة طب وليه؟ طب ما إحنا نقشّرها الأول. فأنا باقشّرها دايمًا الأول، وبعدين أعملها صوابع تخينة كده، وبادّي لها غلوة واحدة بس على النار، هي غلوة واحدة مش أكتر، عشان ما تتهريش معايا، لإن البطاطس جديدة ما بتاخدش أصلًا سليق ولا حاجة. باقوم رايحة حاطّاها على النار، هادّي لها بقى شطفة كمان على السريع، وهاحط لها المَيّة بتاعتها. هاحطّها على النار بقى كده لمّا إيه، أجهّز شوية بهارات عندي. ضرفة البهارات عندي حاسّاها ملعبكة كده، وحاجات عندي ناقصة وما عادش عندي دُقّة ومحتاجة إن أنا أضبّطه. بعت بقى ابني جاب ملح، عمّا يجيب ملح كده نقطّع بقى الكبد ده والقناصة. بُصّوا بقى اللي بيشتكوا دايمًا إن الكبد والقوانص بتبقى زفرة أو بنعملها بتبقى زفرة. أنا هاقول لكم على طريقتي اللي بُصّوا من سنين، من سنين باعملها.
عمري ما باشم لها ريحة زفارة، حتى لو الفراخ جاية من محل ما حدش مثلًا يقول لِك أصل الفراخ أنتِ جايباها تربية بيتي، طبعًا التربية بيتي ما بيبقاش فيها أي ريحة زفارة، دي نقطة عايزة أقولها لكم إن الفراخ المتربية في البيت ما بيبقاش فيها زفارة خالص ولا في الكبدة والقرنصة ولا في أي حاجة، بس برضه هي دي طريقتي اللي باستخدمها سواء في الكبدة العادية أو في الكبد والقوانص، هي دي نفس الطريقة اللي أنا باعملها. أنا باقطّع بقى الكبد والقوانص بقى أي تقطيعة أنتِ عايزاها، صغيّرة بقى كبيرة، بس الأفضل تكون صغيّرة كده إيه، وحلوة كده عشان تستوي معاكِ على طول وما تاخدش وقت في التسوية وتتعبِك. دول 3 كبدات و3 قناصات بتوع ال3 فرخات اللي أنا عملتهم، ما شاء الله الكبدة والقنصة بتاعتهم كانت حلوة وعملوا لنا شوية حلوين والله. هاقطّعهم بقى كده إيه ناعم وكمان الكوس بتاع القلب عملته برضه معاهم، هاقطّعهم ناعم كده عشان ما ياخدوش تسوية معايا كبيرة، وبعد كده هنحطّهم بقى في أي بولة أو أي طبق معانا، ونخش بقى على التتبيلة الخطيرة، بس لازم تسيبيها قبلها، يعني حطّيها في ده وسيبيها شوية مثلًا نُص ساعة، ربع ساعة، المهم تسيبيها شوية عشان ما تشمّيش أي ريحة زفارة خالص. معانا خَل ومعانا فلفل أسود ومعانا كمون وده أساسي وشوية كزبرة و هنحط بقى إيه، شوية ملح. بس مش أكتر من كده، تمام، هنحط شوية خل وهنحط كمون وكزبرة وملح، هنحط إيه بقى، توم، هنحط فص من التوم، ده التوم اللي أنا كنت عاملاه معاكم في الكبة ما شاء الله مفرفط وجميل، وهنحط بقى إيه، شوية من هريسة الشطة وده اختياري، تحطيها ما تحطهاش، عامةً هريسة الشطة دي مش حراقة أوي، يعني اللي عندي دي مش ما كانش الفلفل بتاعها حراق أوي، وهنحط شوية زيت وهنقلبهم ونسيبهم نُص ساعة. عايزة أقول لِك هتحطي طاسة على النار وتحطي فيها شوية زيت وتطشي وتسخّنيها أوي، 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 وتطشي الكبد والقوانص وتقلّبي، لحد ما تاخد لون التسوية على طول وتنزلي بيها ببصلاية طرنشات وقرن فلفل طرنشات، بس تقلبتين وتلاقيها استوت معاكِ، عمرِك ما هتشمي ريحة زفارة، مجرد ما تحطيها وتطشيها على النار هتشمي ريحة التومة بالهريسة بالبهارات طلعت، مش هتشمي ريحة زفارة بقى خالص، وهتبقى جميلة جدًا، هتبقى أصلًا شربت من التوم وشربت من البهارات ما عادش فيها أي زفارة خالص، فأنا ما باعملش الكبد والقوانص والكبدة العادية إلا كده. باحطها باعمل لها التتبيلة دي وباحطها بقى أطشّها في الزيت وهي سخنة أوي، أوي وتقليبتين والبصلة طرنشات وقرن فلفل طرنشات تقليبتين 3 وشكرًا وتلاقوها استوت. فعايزة أقول لكم دي طريقتي من سنين وجربوها إن شاء الله تعجبكم أوي، أوي وهتاكلوا أحلى كبد وقوانص في حياتكم. أنا بقى إيه ما كانش عندي كمون، طلّعنا بقى الكمون اللي جاي من السعودية، وعايزة أقول لكم أمة لا إله إلا الله عايزة كمون، أمة لا هم جاي لي يعني هو جاي لي قد إيه عشان أقعد أوزّع هنا وهنا وهنا كل الناس شافت الفيديو عايزين بهارات، يعني أنا أمّا أدّي لكم كلّكم بهارات، أنا أخلّي لي إيه، أخلّي لي الكيس فاضي مثلًا، يعني أخلّي لي الكيس فاضي؟ اتلمّوا يا وليه أنتِ وهي اتلمّوا. أيوه، خدت بس شوية كده في البرطمان على قد استهلاكي كده، وحطيت شوية في البرطمان التاني، وهنرجّعهم بلفتهم بحالهم بمحترم التلاجة زي ما هُم، وهنمسح بقى البرطمانات بتاعتنا بتاعة البهارات، وبعت محمود جه بالسلامة الحمد لله، جاب لي إيه، الكيس الملح بجنيه ونُص، جاب لي 3 أكياس، هاعمل بقى شوية في الملح عادي وشوية هاعملهم دُقّة، إحنا عندنا بقى الدُقّة بتبقى إيه، بتبقى كمون وكزبرة وملح، تمام، الدُقّة عندنا بتبقى كمون وكزبرة وملح، وعايزة أقول لكم الكمون اللي جاي ما شاء الله أم فاطمة يا رب ربنا يدّي لها الصحة يا رب كده وطولة العمر، بتجيب البهارات صحيحة وبتغسلها وتنقّيها وتنشّفها وتحمّصها في الفرن وبتطحنها، فعايزة أقول لكم البهارات بجد رهيبة، 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 هي مش بتشتري بهارات جاهزة، هي بتعمل كل الخطوات دي هي اللي بتعملها بنفسها، متعودة على كده وبتجيب البهارات كل فترة، يعني بتعملها بقى كمية وبتقعد عندها في التلاجة وتقعد تستخدمها بقى وبتغلفها كويس وبتستخدمها، فالبهارات ريحتها نفاذة جدًا، جدًا وحلوة أوي، أوي، واللي بيقول لي البهارات بتاعة البهارات السحرية اللي أنا مسمياها البهارات السحرية أم أحمد دي بهارات ماجي، عايزة أقول لكم لأ، هي مش بهارات مش عارفة هي ماجي والّا لأ، بس هي اللي بتعملها، أنا شامة فيها ريحة توم باودر وبصل باودر وفيها ملح وفيها جنزبيل، يعني هي دول، آخر شوية كانوا عندي بالشوية القدام هاحط بقى شوية على الكبد والقوانص، عشان بصراحة البهارات دي تحفة، فهي بتجيب البهارات كلها سواء الفلفل الأسود أو الكمون أو الكزبرة كله، 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 وهي اللي بتعملها في البيت. يعني هي بتجيبها وبتعملها بتغسلها وبتنضّفها وبتعملها بتطحنها في الآخر، فبتبقى حلوة أوي، أوي، لا مغشوشة بقى ولا فيها أي حاجة، فهي كانت باعتة لي شوية أجرّبهم وعجبوني أوي، أوي، فأمّا عجبوني راحت باعتة لي تاني وقالت لي دول عشان خاطر تستخدموهم في رمضان، فأنا هاعينهم في التلاجة لحد رمضان وما حدش يقول لي إحنا عايزين بهارات، أنا باقول لكم أهو، أيوه. أنا بقى إيه
اتغدينا الحمد لله، بس كان التليفون بتاعي فصل بقى، كانت الكهربا قاطعة زي ما أنتم شايفين، الكهربا بتقطع من 13:00 ل15:00 أدعي لهم بإيه وما فيهم العِبَر، خلّصت بقى وقُلت أمّا أعبّي الفراخ بتاعتي، كنت خلاص حطيتها بقى في الحلة دي تصفّي، شايفين نزّلت كل المَيّة الزيادة بتاعتها، هنحطهم بقى في الفريزر وهينفعوا عندنا ما شاء الله يعملوا لنا 3 مرات بانيه مثلًا. أنا ما باحبش أتبّل الحاجة وأجهّزها مثلًا عشان ما حدش يقول لِك يا أم أحمد كنتِ تبّلي وجهّزي، علشان خاطر ممكن أحب أعمل مكرونة، ما بقاش أنا محكومة بحاجة معيّنة، ما باحبش أتحكم من إن دي تتعمل كذا، ممكن دلوقتي آجي أقول أنا عايزة أعملها مكرونة نجريسكو مثلًا بالبشاميل، ممكن أعملها ستريبس، ممكن أعملها بانيه، ممكن أطحنها أعملها كفتة، فتبقى موجودة عندي لأي حاجة تهُف في دماغي أطلّع أعمل على طول. فما باحبش إن أنا أتحكم بحاجة معيّنة أو تتبيلة معيّنة، أشوفكم في فيديو جديد مع السلامة.